يا مرحبا المهندسين، واليوم جايب لكم ملخص فيلم And Your Mother 2، وخلونا نوصل هذا الفيديو 500 لايك لننشر الملخص الجاي. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا. بيبدا فيلمنا بمراهق اسمه جوليو، واللي بيكون ببيت اهل حبيبته، وبتدعوه حبيبته لغرفتها، والاثنين بيعملوا واحد تشوك اح، وبيكون صاحب جوليو اسمه تينيش، وحبيبة جوليو وحبيبة تينيش حيروحوا على رحلة مع بعضهم لإيطاليا. وبهيك جوليو وتينيش حيقضوا العطلة الصيفية بدون حبيباتهم، وبيكون تينيش من عائلة غنية بينما جوليو بيكون من عائلة متوسطة، بس صداقتهم بتكون قوية على الرغم من أوضاعهم المالية المختلفة. وحتى لو حبيباتهم مش معاهم هذا ما بيعني إنهم مش سعيدين، بالعكس الاثنين بيستمتعوا بوقتهم مع أصدقائهم، وبيروحوا حفلات وبيشربوا وبيسبحوا والدنيا تمام التمام. وبيوم بيروح تينيش وجوليو على عرس أخت تينيش، وفجأة بيشوفوا امرأة جميلة اسمها لويزا، وبيقربوا عليها وبيبدأوا يتغزلوا فيها بدون أحم ولا دستور. وبتكون لويزا أكبر منهم ب10 سنين، وبنعرف إنه لويزا بتكون مرت عمه لتينيش، بس على الرغم من هيك الاثنين بيضلوا يتغزلوا فيها. وبعدها بتحكي لهم لويزا بأنها حتروح لشاطئ اسمه بويرتو، فجوليا وتينيش بيعملوا نفسهم أبو العريف، وبيحكوا إنه هذا الشاطئ مكتظ بالسياح وغير جذاب، وبيدعوها الاثنين لشاطئ تاني اسمه شاطئ الجنة، وبيدعوا إنه هذا الشاطئ ما فيش فيه زحمة أو أي نوع من أنواع القرف، بس لويزا بترفض. وباليوم الثاني بتروح لويزا للدكتور لتشوف نتائج فحصها الطبي، وبتكون أخبار سيئة. بيتضح إنه لويزا مصابة بالسرطان وعندها وقت قصير لتعيشه قبل ما تموت. وبالليل بتتلقى لويزا اتصال من زوجها اللي بيتأسف لها وبيحكي لها إنه عمل تشوك أح مع بنت تانية لما كان سكران، فبتنصدم لويزا بكلامه وبتسكر الخط بوشه وبتبدأ تبكي، وبتدرك بإنه ما بقيلهاش وقت كثير لتعيشه، لهيك خيانة زوجها ليها مش مهمة. وباليوم الثاني بيتلقى تينيش اتصال من لويزا وبتحكي له بأنها عاوزة تروح مع تينيش وجوليو لشاطئ الجنة، فبوافق تينيش فورا إنها تيجي معاهم، وبتعطيه لويزا عنوانها وبتحكي له تعال خذني. وبيتصل تينيش على جوليو وبيحكي له عن الوضع، وبكون الاثنين ما بيعرفوش فين الشاطئ اللي كانوا يتكلموا عنه، لأنه شاطئ الجنة مش حقيقة أساسا، بس الاثنين بيقرروا يروحوا عند صاحبهم خبير الخرائط اللي يمكن يدلهم على شاطئ جميل ليطلقوا عليه شاطئ الجنة، بس صاحبهم بيكون سكران وبدلهم على مكان غلط بالخريطة، والاثنين بيصدقوا كلامه. وبيبدأ الثلاثة رحلتهم وبسوقوا السيارة بالريف المكسيكي، وبتكون لويسا ما بتعرفش إنه شاطئ الجنة مش حقيقي أصلا، وبينهم متجهين لاتجاه غلط اللي اقترحوا عليهم صاحبهم السكران. وبيبدأ الاثنين يتكلموا عن حبيباتهم اللي راحوا لإيطاليا رحلة، وبيتكلموا عن حياتهم التشوك أحية معاهم، وبقضوا الثلاثة ليلتهم بفندق. وبتحكي لويسا للاثنين إنه حبيباتهم راحوا على رحلة على إيطاليا لأنه في رجالة وسيمين كثيرين هناك، بس جوليو وتينيش ما بصدقوش كلامها لأنهم مش متخيلين إنه حبيباتهم تخونهم. وفجأة بيسألها الاثنين عن زوجها وإذا خانها أو لا، فبتغير لويسا الموضوع علشان ما تنفضحش. وبالليل بيروح الاثنين اللي يبصبصوا على لويسا بدون ملابس، بس الاثنين بيشوفوها بتعيط، شكلكم اليوم جرحتوها لما كنتوا مع بعض على الطاولة. وبكمل الثلاثة رحلتهم باليوم الثاني، وبرضه بيتكلموا عن أمور حساسة سووها مع حبيباتهم، وبتتكلم لويسا برضه عن الأشياء الحساسة اللي عملتها لحبيبها السابق لما كانت مراهقة. وفجأة السيارة بترتفع درجة حرارتها وبتخرب، وبقرروا يوقفوا رحلتهم شوية ليصلحوها، وبقرروا انهم يقضوا الليلة بالقرية. وبتتصل لويسا على زوجها اللي خانها وبتترك له رسالة بتحكي له فيها خلاص انساني وكل شيء بيننا انتهى، وبتروح تعيط بغرفتها. وفجأة بيدخل عليها تينيش وبيحكي لها بانه بدور على شامبو، وبتطلب منه لويسا الوقحة انه يخلع المنشفة عن ابو رقبة بتاعه، فبشيل تينيش المنشفة والاثنين بيعملوا تشوك اح. وبشوفهم جوليو بهالحالة فبيشعر بالغيرة، وبيحكي جوليو الغير سعيد لتينيش انه نام مع حبيبته، فبيشعر تينيش بالصدمة، وبتنقلب علاقة الصداقة بينهم لعلاقة عداء. وبيكون تينيش مش مصدق انه حبيبته خانته مع جوليو، وبصرخ تينيش على جوليو وبيسأله امتى وفين عمل معاها تشوك اح، فبيحكي جوليو باعصاب باردة انه هو وحبيبة تينيش كانوا سكرانين لهيك وقعوا ببعض، وبيعتذر جوليو بس تينيش بيرفض الاعتذار. وبيبدأ مود الرحلة يصير أسوأ، وبتبدأ لويسا تدرك انه تصرف جوليو الغريب هو بسبب انها عملت تشوك اح مع تينيش، فبوقفوا السيارة وبتبدأ لويسا تعمل تشوك اح مع جوليو ليكون عدل بينه وبين صاحبه تينيش. وبتروح لويسا لعند تينيش بعد ما خلصت مع جوليو، وبتحكي بانها بتعرف انه تينيش وجوليو اخذوها معاهم على الرحلة علشان كل شوية يستمتعوا فيها ويعملوا معاها تشوك اح. وبيكملوا رحلتهم، وفجأة بيعترف تينيش انه هو كمان نام مع حبيبة جوليو، فبعصب جوليو جدا وبينزل من السيارة وبيبدأ يضرب فيها، وبيحكي لتينيش لو زلمة يطلع من السيارة، فبتعصب لويسا وبتجمع حقائبها وبتنطلق لأقرب محطة باص. فبيعتذر تينيش من جوليو وبيحكي له كل واحد فينا نام مع حبيبة التاني، ما خلاص يا صاحبي اعتبرها تعادل. وبعدها بقرر الاثنين يرجعوا لويسا للسيارة، وبعد ما يرجعوها بتحكي لهم انهم لو تقاتلوا مرة تانية فمش حتعمل معهم تشوك اح مرة تانية، وبيكملوا قيادة حتى بالليل على الرغم انه معهمش اي دليل فين الشاطئ. وفجأة السيارة بتعلق بالرمل،
وبيناموا بالسيارة هذه الليلة. وبتصحى لويسا الصبح وبتكتشف انه الشاطئ امامهم، وبيعملوا خيمة وبيستمتعوا بوقتهم على الشاطئ. وبعد شوية بيجي صياد السمك وعيلته وبيعملوا غدا للثلاثة، وبياخذهم الصياد لشاطئ الجنة باليوم اللي بعده. وبهيك بنعرف ان شاطئ الجنة شاطئ حقيقي، وبيستمتعوا بوقتهم عليه. وبروح الثلاثة على قرية الصياد ليقضوا الليلة هناك، وبيبدأوا يشربوا. وبيعترف جوليو فجأة انه نام مع ام صاحبه تينش. وبيدخل الثلاثة لغرفة واحدة، وبتغريهم لويسا وبتعمل معهم التشكتشكاح. وحتى جوليو وتينش بيتحولوا وبيعملوا تشكتشكاح مع بعضهم كمان. وباليوم الثاني بيتذكر تينش ايش صار قبل ليلة، فبيطلع برا اللي يستفرغ. وبيحكي جوليو للويسا بانهم لازم يرجعوا لبيتهم لانه لازم يرجع سيارة اخته. وبيحكي تينش برضه انه لازم يرجعوا لانهم ما حكوش لاهاليهم فين رايحين او مع مين رايحين. فبتحكي لهم لويسا بانه بامكانهم يروحوا بدونها، وبانه كل اللي عاوزته هي انها تضل كمان شوية ايام على الشاطئ لتستمتع فيه. فبيرجع تينش وجوليو لمدينتهم، بس ما بيتكلموش مع بعض اطلاقا. وبتمر سنة على هذه الحال، وفجأة بعد سنة الاثنين بيجتمعوا مع بعض بمقهى قريب. وبيسأل الاثنين بعضهم البعض عن حياتهم. وبيسأل تينش جوليو اذا بيعرف اي شيء عن لويسا، بس جوليو بيحكي له لا. فبيحكي تينش لجوليو انه لويسا ماتت بسبب السرطان، وهو السبب اللي خلاها ما ترجعش معهم ذاك اليوم، لانها كانت عاوزة تستمتع بالشاطئ باخر ايامها. وبعدها بيترك جوليو وتينش بعضهم البعض، وهالمرة مش حيشوفوا بعضهم اطلاقا بحياتهم بعد كل اللي صار. ولهنا بيخلص ملخص فيلم اند يور ماذر 2. لو عجبك الملخص يا صديقي وحابب انشر ملخصات مشابهة، ما تنساش يا مهندس تترك لايك للفيديو وتشترك بالقناة لتشجع المهندس يكمل بملخصاته. وما تنسوش تعملوا متابعة على صفحة ويسكر على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.